طب يا جماعه قبل ما اتكلم في الموضوع اللي انا عايزه اتكلم فيه، انا حابه ان انتوا تسمعوا فيديو. هو فيديو معلش يعني عباره عن 4 دقائق 5 دقائق، يعني هو 8 دقائق، وانا هحط اللينك بتاعه في الكومنتات للي حابب يسمعه كامل. يعني معلش، انا كنت داخله انام والله، بس انا الموضوع ده يعني حرق دمي، وما ينفعش يتسكت عليه، ما ينفعش يتسكت عليه. وهقول رايي بعد ما تخلصوا الفيديو ده. الفتنه الطائفيه اللي وقعت في دول تانية زي لبنان وسوريا واللي ادى الى دمارها. قلنا الكلام ده قبل كده صح، بس قبل ما نتكلم في المهزله اللي بتحصل دلوقتي خلينا افكرك ان من سنه ونص تقريبا ايام اعياد المسيحيين قبل عيد القيامه بكام يوم، كان تقريبا يوم خميس العهد قبل عيد القيامه بيكون في حاجه اسمها اسبوع الالام، اسبوع مقدس عند اخواتنا المسيحيين زي العشر الاوائل من ذو الحجه عندنا كده، بيخلصوا بعيد عند المسيحيين بعيد القيامه وعند المسلمين بعيد الاضحى. المهم في الايام دي وفي المنيا في مجموعه من اخواتك المسيحيين بيبنوا لنفسهم كنيسه يتعبدوا فيها زيهم زي اي مصري. الدستور المفروض يعني بيكفل له الحق في حريه الاعتقاد ايا كان معتقد، وطالما ما بيحرضش على الاذيه او العنف يعني. عشان يصحوا من النوم في يوم يتفاجئوا ونتفاجئ كلنا معاهم ان الكنيسه دي بتتحرق. ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ قال لك والله دول مجموعه من عرب التريس. ايه عرب التريس دول؟ قال لك دول عرب من بني غازي. ايه ده بني غازي الليبيه؟ مش عاجبهم الوضع هناك هم استقروا عندنا في مصر في المنيا، وبعدين قال لك احنا مش هنسمح ان المسيحيين يبنوا كنيسه عندنا يعني في مش بلدهم جنود الله في الارض وكمان مش مفيش عاجبهم. حد مسيحي هيبني هنا كنيسه. جو الوحده الوطنيه وان المسلمين والمسيحيين يتعايشوا في سلام وبتاع الكلام ده عندكم انتوا كمصريين، انما احنا عرب. نعم احنا جايين نتسفل عليكم ونعيش في اراضيكم، بس احنا هنطبق قوانيننا هنا ومش هنسمح بحاجه زي كده. فعلا حرقوا الكنيسه وهدموا الناس في بيوتهم وحرقوا بيوتهم وطردوهم من بيوتهم، والناس راحوا عملوا عيدهم والله العظيم في دوار مبني بالطوب البلوك الابيض اللي بيتجاب برضه من محاجر المنيا. ما هي الحاجات دي هناك كتير يعني، بس يعني فاهم ايه، بس قضوا كده العيد بتاعهم. لو انت مش فاكر يعني ممكن تدخل تقرا عن الموضوع ده، وانا اصلا كنت عامل لك عنه فيديو لانه كان جاي في نفس اليوم الذكرى بتاعه اباده الارمن على ايد الدوله العثمانيه اللي هم الاتراك، يعني لما كانوا بيبيدوا الارمنيين برضه بنفس الطريقه. الحاجات اللي انت عمرك ما تقرا عنها في التاريخ. ليه؟ لان المتحكمين في كل حاجه مش عايزينك تعرف الحاجات دي، وعايزينك تقدس الدول دي وكانها جايه من السماء، بدليل ان انت ما تعرفش اي حاجه عن وضع بلدك نفسها تحت حكم الدول دي قبل كده. المهم قبل برضه ما اقول لك على المهزله اللي بتحصل دلوقتي، احب افكرك ان في 2013 لما العدو قرر ان هو يحاول يدخل مصر نفس النفق المظلم اللي دخلته الدول اللي دمرتها الفتنه الطائفيه ودي لحد الان لسه متدمره بسبب الفتنه الطائفيه، قرر ان هو بعد عزل الاخوان خلاص دوله لسه خارجه من ثوره وحكومتها اتشالت وفي حكومه مؤقته جديده وفي ارهابيين وفي اعتصامات في رابعه وفي النهضه، امريكا عايزه تحرك الاسطول وقطر وتركيا غير راضيين والدنيا مقلوبه محدش عارف ايه اللي بيحصل. يبقى في الوقت ده لو خليت الشعب يضرب في بعضه الجيش والشرطه هيتفرقوا عشان يحاولوا يلموا اللي بيحصل، ساعتها بقى دخل ارهابيين ودخل سلاح واعمل اللي انت عايزه وادخل سجون وافتحها زي ما عملت في 2011 وحماس هتقوم باللازم. حماس اللي احنا كنا مستضيفين الوحده بتاعها عندنا وبنامنهم علشان ما يتضربوش، هم اللي كانوا بيعملوا الحاجات دي. المهم يا صديقي بدا العدو في تنفيذ خطته. على فكره العدو ده مش لازم يكون من بره، ممكن يكون عدو من جوه عادي عن طريق حرق الكنايس في الصعيد. علشان الطبيعي في موقف زي ده الرد هيكون ان المسيحيين هيغضبوا لان كنايسهم بتتحرق، هيروحوا يحرقوا المساجد فالمسلمين والمسيحيين يتقاشوا في بعض. شفت فيلم حسن ومرقص؟ زيه بالظبط. لو ما شفتوش روح شوفه يعني جايز يغير فيك حاجه. المهم اللي انقذ البلد بقى من الدخول في هذا النفق المظلم ايه؟ ان البابا تودرس وقتها طلع وقال وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. يا جماعه لو ده حصل واحنا ردينا بنفس الرد البلد ده هتخرب وهتضيع، فالوطن اللي ما فيهوش كنائس احسن من الكنائس اللي مالهاش وطن. وكتموا الموضوع في عبهم واتلموا بعد كده الناس اللي عملت كده اتقبض عليها وخلاص وخلص الموضوع على كده. بس احب افكرك ان لو كان في اي رد فعل مخالف اتاخد من الاخوه المسيحيين في اللحظه دي في مصر كان الوضع اختلف تماما. وما تنساش ان امريكا والامم المتحده قبل كده ايام البابا شنوده وايام مبارك برضه بسبب احداث زي دي، احداث مشابهه في الصعيد برضه واعتداءات على المسيحيين، عرضوا على البابا شنوده اللي هو اسمح لنا ان احنا نتدخل لحمايه المسيحيين في مصر عشان بعد كده يقسموك الى دولتين، دوله في الصعيد مسيحيه ودوله في الدلتا مسلمه زي ما حصل في السودان بالظبط. سموها مسلمين ومسيحيين، المسيحيين في الجنوب، جنوب السودان دوله مستقله، شمال السودان فيها مسلمين، ويلا كله يا جماعه يضرب في بعض. ما انت لو بصيت حواليك هتفهم ايه اللي بيحصل. المهم ايه اللي بقى بيحصل دلوقتي يا صديقي؟ ايه اللي بيحصل ان في حرب ثانيه بتحصل وتتكرر فين؟ في المنيا برضه. ما تفهمش ليه مع ان المنيا محافظه جميله جدا، الناس اللي فيها رمز للتعايش والمحبه. بنتكلم هنا عن المدن، لكن للاسف في الارياف اللي فيها ناس من احفاد قطاع الطرق اللي كانوا موجودين في مصر ايام العرب واللي الى الان استقروا فيها وعايشين على نفس البلطجه بتاعتهم، للاسف بتحس ان هم بيحولوها الى نوع من انواع المنيستان. يعني فاهم يعني حاجه كده يعني ايه ما تفهمهاش، يعني حاجه كده جديده على مصر زي ما قلت لك على موضوع حرق الكنيسه اللي حصل ده. بوست من 3 4 ايام يلف السوشيال ميديا كلها. ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ قال لك والله ده في بنت مسلمه عمرها 17 سنه، عارف انا الداخله دي مالها؟ قال لك يحبها واحد مسيحي عمره 16 سنه وبعدين اتفق مع اخته اللي هي صاحبتها ان هي تروح لها البيت تخبط عليها الساعه 12 بالليل تحلها تحط حاجه على بقها فتخدرها، مع ان اي حد دارس طب، معلش انا دكتور اسنان بس في الاخر دارس طب يعني عارف ان مفيش ماده تتحط على منديل وتتحط على الوش فالواحد يستنشقها فيغمى عليه، مفيش الكلام ده. يقوم عاونت مامتها ويخطفوا البنت فالبنت تفوق منهم وهي هناك في البيت بس تسمع وتعمل نفسها لسه ما فاقتش عشان ما حدش يعرف ان هي سمعت، وتسمعهم بيتفقوا ان هم هيحطوها في تابوت ويقفلوه ويشحنوها على امريكا علشان يجوزوها للواد ده هناك. والله العظيم يعني فكره كده لو عدت من دماغ عيل صغير ما تعديش من امن المطارات سواء هنا او في امريكا. المهم وبقدره قادر يا صديقي
اهل البنت يعرفوا البيت اللي هي محطوطه فيه وتبدا المعركه. بص انا ممكن اصدقك في حته ان الواد والبنت حبوا بعض عادي، بتحصل مش مشكله، لكن القصه العبيطه اللي اتنسجت حواليها دي ما تدخلش دماغ عيل صغير. فالمهم قامت الحرب بين العيلتين، مش بين العيلتين بس، ده كل المسلمين اللي في القريه قعدوا يضربوا في كل المسيحيين اللي في القريه. والله العظيم تحس ان هو ايه، احنا مستنيين بس اي فرصه علشان يا جماعه احنا بنكرهكم. ما تفهمش ايه اللي بيحصل. 3 4 ايام وما فيش تدخل من الامن، ودي حاجه يعني لازم تحط عليها علامه استفهام كبيره قوي قد كده. نفس اللي حصل برضه ايام حرق الكنيسه. يا جماعه الامن فين؟ ده الناس بيوتها بتتحرق والناس بيدخلوا على الناس في بيوتهم، ستات واطفال حرمتهم بتتكشف والناس رايحين يعملوا عيدهم. مكان شبه الدوار مش عارفين نوفر لهم الامن والامان ان هم يعملوا عيدهم في كنيسه، ولا ان احنا نوفر لهم الامان ان هم يبنوا كنيسه على ارضهم. ان العرب اللي جايين من ليبيا بتوع قبيله تريس قرروا ان هم لا احنا مش هنسمح بحاجه زي دي. يا جماعه هو الامن فين في حاله زي دي؟ المهم تستمر المعركه صديقي من هؤلاء الارهابيين علشان نسمي الامور بمسمياتها، لان معلش انت مش هقدر اسميك مواطن، انت جارك المسيحي قاعد خايف منك لانك مستني اي موقف قد كده علشان خاطر تروح تضربه، تتهجم على اهله وبيته وتحرقه له وتقول له لا اصل انا مواطن، اصل انا مواطن متشدد. لا انت مش مواطن متشدد، انت ارهابي. الواحد لا يامن جوارك وما يامنش ان هو يعيش جنبك. المهم يا صديقي النهارده نقرا ان حصلت قعده عرفيه علشان الموضوع يتلم، قعده عرفيه في بلد القانون، قعده عرفيه في دم وفي تهجم وفي اخلال بالامن العام وفي ازدراء اديان وفي طائفيه وفي بلاوي زرقاء. يعني ده في شويه تهم يعملوا 25 سنه مستريح. يعني قال لك لا قعده عرفيه. القعده العرفيه دي صدر فيها الحكم بان اهل الولد المسيحي اهله هيدفعوا مليون جنيه. ماشي، لا مش بس كده، وهتخرجوا من البلد. تقول في الاخر اصل هم اهالي ولا اهالي متشددين؟ لا ده الموضوع ارهاب بحت. ورد الفعل مش مضمون ان كل مره هيكون مسالم زي ما بيحصل دلوقتي، او زي ما حصل ايام الكنيسه اللي اتحرقت في المنيا من سنه ونص، او زي ما حصل ايام الكنائس اللي اتحرقت في 2013، او كنيسه القديسين، او اي حدث من الاحداث اللي مرت بالشكل ده. وكل مره كان يا جماعه البلد بتتجنب الفتنه الطائفيه، لان اخواتنا المسيحيين ربنا يكرمهم يعني بيكتبوها في عبهم وبيعدوا. عند مره من المرات الموضوع ممكن يتطور. الحروب الاهليه بتبدا من مواقف تافهه قد كده. قاعدة عرفية، قاعدة عرفية في بلد قانون، قاعدة عرفية يعني هترضى باللي أنا هقول لك عليه وبالجزمة. معنى كلمة قاعدة عرفية، قاعدة عرفية دي يعني شغل مصاطب. قاعدة عرفية يعني أجيبك أنت وفلان، مع إن في تهجم، في حرق بيوت، في حرق مواشي، في اعتداء على حرمة البيوت، كل ده مش مهم. المهم إن إحنا هنعمل قاعدة عرفية، يعني حاجات كده تخش لها زي ما قال الأستاذ حوالي 20 سنة كده. بس مش مشكلة، كل ده هنعمل قاعدة عرفية. طب يا جماعة والله العظيم أنا ما كنتش أحب أتكلم في صفحتي عن الحاجات مسلم ومسيحي والكلام ده عشان ما يبقاش في حساسية، لأن كلنا اخوات، كلنا اخوات. انا لما قلت اسمي نعمه ومصريه ومقيمه بره قبل كده ما قلتش مسيحيه، لان الدين ده يخص صاحبه فقط. وكفايه ان انا اقول مصريه، كفايه ان انا اقول مصريه، لان كلنا مصريين شركاء في وطن واحد. انا لما كنت في مصر وجوزي جات له الازمه بالليل، خبطت على جاري المسلم وخد جوزي في نص الليل وداه المستشفى، والله العظيم بعربيته. انا عايزه اقول ان اللي بيحصل هناك في المنيا ده مش مسلمين، دول شويه ارهابيين متطرفين. الكلام ده بيحصل بقاله 3 4 ايام والامن ساكت، ومش عارفه ليه ساكت، وفي تعتيم اعلامي، ليه في تعتيم اعلامي؟ طب لو في تعتيم اعلامي علشان ما يحصلش ويبقى في شويه حساسيه، طب اوكي، بس على الاقل القانون ياخد مجراه. لكن لما تحصل قاعدة عرفية يعني ده شغل مصاطب. انا كده بقول لك انت هتتهان وهتتضرب بالجزمة وهتتهجر من بيتك وهتدفع فلوس وغصب عنك هتوافق. ده معنى كلمة قاعدة عرفية. احنا اتهزينا وكلنا، عشان كلنا شعب واحد مسيحيين ومسلمين، لما راجل مسن اتضرب بالقلم من واحد في سن ابنه، وقلنا ازاي يحصل ده، والسوشيال ميديا كلها قامت. في يا جماعة ناس بتتهجر دلوقتي، دول مصريين زي المصري ده بيتهجروا من بيوتهم وهيطردوا في الشارع واتحكم عليهم بفلوس وهم مش غلطانين. لو انتوا عارفين الحكايه، حكايه بقى مسلم ومسيحي، عارفين في شويه ارهابيين كده يا جماعه ما لهمش دين، لما بيحبوا يقوموا البلد يقول لك بس بص ده نقول مسلم ومسيحي بقى وبنت وولد علشان ايه ندخل فيها الحته ديت وايه، ويبقى في سبب للاعتداء. الحكايه ان البنت ديت زعلانه مع اهلها او اختلفت معاهم، راحت عند واحده صاحبتها اسمها ريموندا، ريموندا ديت عندها اخوها، فقالوا لك بس طالما عندها اخ، مع ان الاخ ده الولد ده عيل صغير عنده 16 سنه، ويبقى فيها ان شويه الارهابيين بقى اللي سخنوا الدنيا دخلوا ولعوا في البيوت وحرقوا المواشي. هم عايزين يخلوها نار بقى
نار بقى بين مسلم ومسيحي عشان ايه؟ نعمل فتيل بقى ونولع الدنيا ونحرق لنا شويه بيوت وناخدوا لنا قرشين بقى. يعني ما هم دول، مش هقول لكم دول مش مسلمين، دول ما لهمش علاقه بالاسلام. يعني دول شويه ارهابيين متطرفين ما لهمش علاقه بالاسلام. هم عايزين يعملوا الفتيل ده وعايزين يولعوا الدنيا يعني علشان خاطر ايه؟ يوقعوا البلد يعني. بس هي مش هتقع، لان مصر البلد الوحيده اللي واقفه على رجليها وهتفضل واقفه على رجليها بمسيحيينها ومسلمينها، لاننا كلنا اخوات، كلنا اخوات في بلد واحد، كلنا اخوات في بلد واحد. لكن اللي بستغرب له الاعلام. فين الاعلام؟ في تعتيم اعلامي، ما مش بيتكلم عن الحاجات ديت. بيتكلموا عن اي كبيره وصغيره واللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا. كلنا اتهزينا على فكره، مش المسلمين بس، كلنا اللي بيحصل في غزه. لان على فكره هناك في مسيحيين ومسلمين وفي كنايس بتتضرب كمان. يعني الموضوع ده ما يخصش يقول لك ده بس يخص المسلمين. لا، ده يخص المسلمين والمسيحيين، لان دول اهلنا برضو، دول اهلنا. بس برضو زي ما بنشوف هنا، نشوف في شركاء للوطن بيتهجروا من بيوتهم. يعني ايه اعمل عقد عرفيه في بلد قانون؟ يعني ايه اديك بالجزمه وبعد كده هتقعد غصب عنك وهتدفع فلوس وهتسيب بيتك؟ لو انت هترضاها، لو اي واحد فيكم سامعني دلوقتي، انت هترضى ادخل بيتك واتهجم عليك وبعد كده اديك بالجزمه واقول لك يا كده بقى يا هنموت شويه؟ ما هو هي تبقى، ما هي شغل عافيه، هو شويه ارهابيين شغل عافيه. يعني زي ما قال الاستاذ اللي كان بيتكلم كده، يعني المفروض فيها 20-25 سنه سجن. لكن لا، ده مش 25 سنه في سجن، ده بالعافيه غصب عنك هتقعد وهترضى بالقعده العرفيه ديت وبالجلسه العرفيه ديت وهتتهجر من بيتك وهتدفع فلوس بعد كل اللي حصل، بعد ما حرقوا شوف بقى كام بيت. ولا حياه لمن تنادي. يعني انت اللي سامعني دلوقتي، انت هترضاها على نفسك حاجه زي كده؟ جماعه والله العظيم انا ما كنتش حابه اتكلم في موضوع زي كده على صفحتي، لان انا ما بحبش الكلام ده. احنا كلنا اخوات مسيحيين ومسلمين. بس لو انا عديت حاجه زي كده وما اتكلمتش فيها هبقى يعني بغلط ضميري وبغلط نفسي. وانا اتعودت اقول الصراحه، اتعودت اقول على طول اي حاجه حاسه بيها. اعذروني في نرفزتي وفي ضيقتي، بس يعني الظلم بيبقى وحش، الظلم حرام. اي حد هيتجاوز في التعليقات، اي حد هيقول كلمه مسيئه، انا بجد ده خط احمر، انا مش هسكت لك. لو حضرتك دخلت تقول كلمه مسيئه انا مش هسكت. شكرا ليكم.